كنت قاعده ما بيا ما عليا حتى تفكرت باللي راهم عندي حبيبات تاع باذنجان في الفريجيدار. قلت والو نوض نطيب بيهم هاد الاكله اللي تجي تكتر بالبن، وكما العاده سهله اقتصاديه وتحضر بالخف. هيا نبداو. نجيبو مقله ونحطو فيها شويه تاع الزيت، نزيدو معها كميه تاع الباذنجان او كيما نقولوا لها البرانيه اللي كنت قطعتها مكعبات تكون صغيره. نزيدو تاني الملح، نخلطو كلش، نغطوها ونخلوها طيب على نار تكون قليله. نقعدو مره نخلطو باش ما تلصقش معانا، ونخلوها طيب حتى نتحصلوا على الشكل اللي راه موضح في الفيديو. وهي سخونه نقعد نربز فيها بالفرشيطه. من بعد نجيب وعاء نحط فيه كامل هذيك الكميه تاع الباذنجان، نزيد عليه ملعقه صغيره تاع راس الحانوت، ملعقه صغيره تاع فلفل احمر، ملعقه كبيره تاع لا شابلور، ونخلطو كلش بيدينا حتى نتحصلوا على خليط يكون متماسك. بالنسبه لا شابلور ما تكتروش بزاف، يعني ملعقه حتى الملعقه ونص كافيه، خاطر اذا كترتو غادي ييبس معاكم الخليط. المهم هنا باش نتاكدوا باللي صايي الخليط تاعنا راه ديروا كريه كما راه موضح في الفيديو. ودرك نمشيو نخدموا لاصوص طوماط. في نفس المقله نحطوا زوج فصوص تاع توم اللي يكونوا مسكرفجين، نزيد معاهم شويه زيت ونخلوهم يتقلاو غايه، وحرزوا تحرقوهم. من بعد نزيد عليهم كميه تاع طوماطيش اللي تكون مطحونه، شويه ملح، فلفل احمر، راس الحانوت، ونختموها بشويه زعفران. نخلطوا كلش. من بعد نبداو نشكلوا في ديبول هكا صغار. بالنسبه للحجم انتوما تتحكموا فيه، تقدروا ديروهم كبار كما تقدروا ديروهم صغار. نستفوهم كيما هكا في المقله تاعنا، نغطيو عليها ونخلوها طيب. بعد ما يطيبوا نبداو نقلبوهم من الجهه الاخرى، نغطيو عليهم ونخلوهم يكملوا طيابهم حتى تعقد لنا كامل هذيك. وها هو الطبق تاعنا واجد. درك ما بقى لي غير نحطه في الطبسي وندير له اللمسات الاخيره. اتمنى تكون عجبتكم الوصفه. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. في الجنه بصحتكم.